كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم الفيديو حيكون عن التعليقات السلبية الجزء الثالث. اللي ما بيعرف شو هو هذا الفيديو، فانا بنزل 4 فيديوهات للمرح والتسلية ومفيدة وهيك، بعدين بعمل فيديو التعليقات السلبية وهذا هو الجزء الثالث. فانا بحكي عن التعليقات السلبية الموجودين بالفيديو، بفسر لكم شو كان قصدي من الفيديو نفسه. فقبل ما نبدأ حابة اقول اذا سامعين صوت غني وعزف فسامحونا، جيراننا الفلبينيين دايما هيك. يلا نبدأ. اول فيديو بدي احكي عنه هو فيديو تجربة عمل مرطب شفايف. كتير منكم فهم انه انا غيرانة من رفقاتي انه زبط معاهم المرطب، وانه يعني زبط معاهم، فمشان هيك عملت الفيديو. لاني انا قلت لكم هن زبط معاهم، ليش ما انا اعمل كمان؟ كان قصدي انه هن عملوه وزبط، ليش ما انا وانتو نجرب ونشوف اذا رح يزبط ولا لا. وطبعا في منكم اللي فهم الفيديو، وهذا كان هو موضوع الفيديو، فما كان لازم انكم تفهموه غلط وتقولوا انه انا بغار من رفقاتي. انا بغار من رفقاتي. تاني فيديو بدي احكي عنه هو اكتر فيديو بدي احكي عنه، مشترياتي المدرسة من موقع سي ان دايركت. انا قلت لكم ببداية الفيديو انه نحن بمدرستنا ما بيسمحوا لنا ناخذ هي الاغراض على المدرسة. انا سميت العنوان هيك مشان الناس اللي بيسمحوا لها انه تاخذ هي الاغراض معها على المدرسة، بعضهم مو كلهم، اللي هن الملابس والشنطة الرمادية هيك. ما سميته مشاني، بس انتو كلكم فهمتوا غلط وكتبتوا لي شو دخل هدول الاغراض بالمدرسة. وكمان شغلة، أنا بفيديو قلت مو كل الأغراض للمدرسة، مو كل شو الصوت؟ مو كل الأغراض للمدرسة، ولسه بتكتبوا لي، فبليز ما عاد تكتبوا لي عليه. هذا الفيديو مو بس المدرسة، وأنا كتبت العنوان هيك، مشان الناس اللي بيسمحوا لها تاخذ هاي الأغراض على المدرسة. ما تفهموني غلط بليز. كان قصدي بالأغراض اللي فينا ناخذها على المدرسة هن اللبس والشنطة الرمادية، والباقي للتسلية. وكمان شغلة عن الخنزير هداك، كلياتكم قلتوا لي سناء انت كافرة اخذتي معك خنزير، ما لقيتي حيوان غير الخنزير. يا جماعة قلت لكم هذا الخنزير ماينكرافت، هي لعبة اخوي كتير بحب يلعبها، لعبة كتير مسلية، مثل بيبنوا بيوت واشياء، في بلاش وفي بفلوس، بس انا نحن الصراحة منزلين اللي بفلوس. من قصة الايباد قلت لكم نزلوا الالعاب بفلوس مدري شو. فهي اللعبة فيها حيوانات كتار، ونحن ما لقينا بالموقع غير الخنزير. ومحمد كتير بحب هاي اللعبة، يعني بشكل دايما بيلعبها، فمشان هيك جبت له اياها. يعني انا ما جبت خنزير حقيقي والله وربيته عندي او اكلته، استغفر الله. وكمان شغلتين نسيت اقولهم بالفيديو، هن المخدة اللي قلتوا لي عليها هي ملا ايس كريم شوكولا. بعرف انه ملا ايس كريم شوكولا، بس تخيلوا اقول بالفيديو هاي الكلمة، يعني عيب. انا بستحي، اذا انتم بالنسبة لكم عادي فنحن بالنسبة لنا عيب يعني. وكمان عبد الله ابن خالتي، فحاج تقولوا لي بتحبيه وبتحبيه، عيب عليكم. بعرف صايرة كتير عم احكي بسرعة هالكام يوم، ما بعرف ليش. واخر فيديو بدي احكي عنه هو فيديو الخياط ضد الواقع. ما رح احكي عن مشترياتي لشهر 7، ما فيه شيء. من الخياط ضد الواقع كتير منكم قلتوا لي عم تقلدي اليوتيوبر اللي انا كتير بحبها، هيلا من قناة هيلا تي في. كلياتكم بتقولوا لي عم تقلديها، والله ما عم اقلدها، وبتقولوا لي عم بتغاري منها ومدري شو. لك والله ما بغار منها ولا بقلدها، بالعكس انا بموت بهالانسانه. ليش رحت على المهرجان تبعها؟ وليش رحت على محلها؟ لاني بغار منها؟ لا بالعكس، لاني بحبها. فبليز ما تكتبوا لي عم تقلديها، انا ما قصدا بقلدها. ممكن انا اصور هالمشهد ويطلع بالصدفه نفس المشهد تبعها، هذا الشيء جدا طبيعي باليوتيوب. اذا انت يوتيوبر بتكوني بتعرفي هذا الشيء اكيد. وكمان بشخصية الولد، كلكم عم تقولوا لي عم تقلدي هيلا، واصلا انت ما حلوة لما تقلدي هيلا ومدري شو، لاني حطيت الدقن والشوارب. اولا هيلا بتحطوا هيك، اظن بالاي شادو هيك بتحطوا كامل، اما انا فحطيت خطوط هيك، حطيت خط، فما كان شكلي مثل هيلا بالضبط يعني. فبس هاد كان الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، كومنت، فيفورتس وشير، وانتظروا الفيديوهات الممتعة، وباي.